انا لحد ما منضفه الدنيا ومسيطره عليه. ده انتوا الجار كلمتكم عن كل حاجه انا عملتها ولسه هعملها في اليوم لاني ما عملت. عايزين نحضر بقى للعيد كده، يعني شويه ونفوق بقى لنفسنا عشان الدنيا ايه بجد هتخرج عن السيطره. ازيكم عاملين ايه؟ ده روتيني بعد الفطار. حضرت كده. انا ليه بزود انا بحب اصلا اوكي. بصوا بقى. روتيني بعد الفطار النهارده كام؟ النهارده 19 رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر كما بلغتنا رمضان يا رب العالمين. النهارده يوم، بالنسبة لي يعني الليلة دي ليلة بداية العشر الأواخر. فبالنسبة لي ليلة مهمة ان انا اقعد ارتب واعيد ترتيباتي وحساباتي واهدافي وعاداتي في رمضان وكل حاجة. فانا حابة اشارك معاكم. اول حاجة ان انا كل حاجة انا عملتها ولسه هعملها في اليوم لاني ما عملت. وكمان حضرت ازازة المية، حضرت فنجان قهوة، الريموت عشان اوطي التلفزيون لما بقى مش يعني خلاص مش عايزة اتفرج عليه، علشان اقعد بقى امخمخ كده مع حالي واشوف تنظيف البيت هياخد ايه، عادات رمضان وحاجات رمضان كلها هنا، وكل حاجة لها علاقة بالشهر كله، كل حاجة انا كاتباها بالشهر كله هنا. وعندي مذاكرة في مدونتي الدراسية معايا علشان عايزة برضو انظم شوية حاجات. فالموضوع يا جماعة مش بس 10 اواخر وبس، لا ده 10 اواخر وعيد وولادة اختي زي ما قلت لكم ان هي قربت تولد ان شاء الله على خير. فلازم اظبط اموري لان في اي لحظة هنزل القاهرة، لسه مش عارفة امتى بالظبط. ولكن انا يعني ايه عارفين انتوا مستنية كده اشارة وهنزل. فربنا ان شاء الله يكتب اللي فيه الخير يا رب ان شاء الله، وتقوم بألف سلامة يا رب هي وابنها. طيب المهم انا دلوقتي هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم هقعد اكتب كل حاجه عندي لان انا اوريدي في مهام انا عارفه ان انا هعملها النهارده، وفي مهام هبدا فيها من بكره ان شاء الله، بدايه العشر الاواخر. وعايزين نرتب مع بعض حاجات وعايزين نعمل حاجات كتيره قوي. انا هقول لكم انا نظرتي ايه للعشر الاواخر وهكتبهم هنا، وهوريكم كمان انا هخطط لبيتي ازاي من تنظيف وكحك وبسكوت وعبادات وقرآن وامتحانات وكل حاجة. فانا هرتب كل ده هنا عشان برضو اوريكم الدنيا تبقى ماشية معايا ازاي. يلا بينا. تعالوا بقى اشارك معاكم خطة اخر 10 ايام. اول حاجة ان انا هدخل سنة العشاء، في ان انا الحمد لله يعني بقيت السنة الحمد لله بقت تمام معايا. فسنة العشاء بتاعت اخر 10 ايام دي اللي الخطة اللي انا ماشية عليها بفضل الله يا رب، ان انا ماشية على الخطة دي لانها بجد وفرت عليا يعني مجهود ذهني ومجهود بدني كتير. لاني انا لما كنت بيجي في بالي ان انا هصلي 12 ركعه غير الركعات اللي انا بصليها في اليوم كله، كنت بستتقلها قوي. سبحان الله، ما اعرفش ليه الشيطان كان دايما بيضحك عليا في الحته دي، بس بفضل الله ربنا الهمني ان انا كل 10 ايام اخد سنه واعملها. فده بجد خطه مهمه قوي. كمان ان انا كده اكتمال السنن المؤكده اللي هي 12 ركعه الحمد لله. قيام الليل اكتر، حفظ بقى مواضع المشهوره في منهج سنه تانية عشان انا عندي امتحان. امنع السكر من الشاي والقهوه وهستبدلها بسكر دايت او بتمر. هعمل رياضه بعد الفطار بساعتين، دي لازم مش عليها اخر 10 ايام. انا عامله تارجت لنفسي. انا بقالي يعني انا من اول رمضان ما عملتش رياضه غير مره واحده، مش عارفه ايه اللي يعني ايه اللي بيلهيني غير طبعا اكل وشرب والجري ورا زين وبتاع. تمام. منع مسلسلات في نهار رمضان، انا في نهار رمضان مش بتفرج اصلا على مسلسلات، بس انا حبيت ان انا اكد على نفسي انا في نهار رمضان بتفرج يا اما عقبال بس ما بقوم من النوم واصلي السنه واقرا قران وبتاع. بلاقي البرامج بتاعتي اللي انا بحبها، مش قصدي بتاعي يعني حاجه عاديه ولا دي حاجه يعني انا دايما بحب اعملها الحمد لله. بس انا اقصد بعد ما بخلص كل العبادات اللي بخلصها اول يوم، عقبال ما اخلص بلاقي نفسي دخلت على طول في الوقت اللي بيظهر فيه بقى البرامج الدينيه اللي انا بحب اتفرج عليها. زي مثلا البرامج بتاعت مصطفى حسني، برنامج تاني بتاع نادية عمارة، الدكتورة نادية عمارة، في حاجات كتيرة جدا. طيب ايه تاني؟ تجديد، مش تحديد، تجديد النية في كل حاجة تاني في حياتي. هبدأ اجدد النية تاني. تنظيف البيت قبل العيد، كل يوم هعمل حاجة. هجهز شنطة السفر، هذاكر تاني ومتأكدة على نفسي إن انا هذاكر تاني كل يوم المواضع المشهورة في القرآن الكريم من جهة المنهج يعني وكده. بس شايفين الباسكت اللي هناك ده؟ طبعا. تعالوا بقول لكم انا اول حاجه ان انا يعني كتبت الفطار بتاعنا. فطرت النهارده ايه؟ والقهوه مع خدتها مع بيتي فور، سنه المغرب وسنه الظهر.
غسيل الملابس والنشر، وبعدين غسلت الدفات. غسلت الدفات بس لسه منشرتهاش، سايباها تتصفى. عندي مواعين وعندي فيتامينات هقوم اخدها كمان شويه. قيام ليل وخطة تنظيف وشرب ميه ومذاكره المواضيع المشهوره. فالمفروض ان انا هعمل حاجتين مهمين جدا جدا، حاجه وانا قاعده وحاجه لما اقوم. الحاجه اللي انا وانا قاعده هبدا ان انا اعمل خطه تنظيف بقى. يعني هكتب بقى خطه تنظيف انا هنضف ايه من بكره بامر الله لحد قبل الوقفه بيومين ثلاثه، عشان قبل الوقفه بيومين ثلاثه بحب ادلع نفسي بقى. ويا رب الحق ادلع نفسي وما اسافرش وكده عشان الحق يعني هعمل اي حاجه لنفسي قبل ما امشي. فهقوم دلوقتي اكتب خطه تنظيف ان كل يوم عايزه انضف ايه عشان ابقى ماشيه على خطه واضحة. وفي نفس الوقت اقوم بعدها بقى ايه انشر الغسيل ده وانا بسمع فيديو مفيد جدا، وانا بحب دايما اسمع فيديوهات مفيدة. وكمان خلاص شربت القهوة فانا كده تمام جدا. يلا بينا نخلص الاول خطة التنظيف وبرضه هشاركها معاكم دلوقتي. بصوا بقى خطة التنظيف من الاثنين للتلات، مش من الاثنين للتلات اللي بعديه، يعني مش اتنين وتلات بس، لا ده من الاثنين لحد التلات. اتفقنا؟ طيب اول يوم ان شاء الله اللي هو النهارده انا غسلت الدفايات وهعمل مواعين. بكره ان شاء الله هنضف السفره، وفي حاجه تانية هكتبها جنبها عشان بكره ممكن ما اكونش فاضيه. مسح الحوائط المطبخ يوم الاربع وحوائط البيت كمان. يوم الخميس هعمل البلكونه وهشفط كل الاتربه اللي من شبابيك البيت، شباك البلكونه، شباك اوضتي، شباك اوضه الاطفال، شباك المطبخ، اي شباك موجود في البيت هشفط منه الاتربه ان شاء الله. يوم الجمعه همسح كل الاسطح وهمسح الابواب كمان بالبليدج. يوم السبت همسح جميع الاجهزه اللي موجوده في البيت وهمسحها كويس، الشاشه، مروحه، غساله، تلاجة، يعني شفاط، اي حاجه اي حاجه. وكمان هكنس البيت كله. يوم الاحد هغير فرش السراير وهنضف غرفتي وارتبها واروقها. واستنوا فيديو ان شاء الله قوي جدا بامر الله، يا رب ما كنتش سافرت، ما يكونش حصل اي حاجه مش متوقعاها ان شاء الله. يوم الاثنين هنضف الحمام وهنضف غرفة الأطفال. ويوم التلات أنا سايباه كده فاضي بحيث إن أنا نزلت اشتريت حاجة، في حاجة ما تعملش في الأيام دي فهعملها في اليوم ده أيا يكن. يوم الأربعاء هننفخ البلالين. اليوم الخميس ليلة العيد إن شاء الله، وهنعمل مع بعض روتينات حلوة بس يعني. فأنا حبيت أكتب لكم أوريكم أنا هعمل إيه، ولو في حاجة أنا نسيتها برضو هضيفها. وانتوا كمان شاركوني تحت تحت الفيديو كده انتوا يعني خطة ال10 أيام تنظيف ايه معاكم، علشان ال10 أيام مش بس يعني هيكونوا عبادات، انت كمان عباداتك في البيت لما تنوي النية انك تقومي تنضفي. نية النظافة من الإيمان، أو فاهمين، نية تدخل الفرحة على قلب على قلبك وعلى قلب اللي موجودين في البيت بتنظيفة العيد والحاجات دي كلها. وانا بصراحة انا منظفة البيت تنظيفة العيد، ستاير مغسولة وسجاد مغسولة بفضل الله، البيت كله زي الفل. بس شوية كركبة بسيطة بتحصل فلازم ان احنا نعيد على كل ده. فبتبقى احلى حاجة بقى ان انتي تعيدي على حاجة اصلا نظيفة، يعني تكون في حاجة نظيفة وانتي بتعيدي على نظافتها تاني، بتبقى حاجة حلوة قوي انك تنظفي حاجة نظيفة. وكمان ممكن يبقى يوم التلاتة ان انا هشيل زينة رمضان، يعني يوم التلات ممكن ان انا اشيل زينة رمضان بقى كلها، عشان ما بحبش يعني ما بحبش اتزنق في وقت كده وهو ايه، احس ان زينة رمضان خلاص بقى يعني لازم تتشيل، فما بحبش اتزنق، فاهمين قصدي. فانا ممكن اشيلها يوم التلات مثلا، انا اشيل يوم التلات اخليه ان انا بقى اشيل مفارش زينة رمضان اللي زي كده وفي البيت كله. و انا قلبي وجعني قوي وانا بقول لكم هشيل زينة رمضان. زينة رمضان من الحاجات اللي بتدخل فرحة على قلوبنا، وبنبقى مبسوطين قد ايه واحنا بنحطها. مش عارفه، هو يعني سبحان الله رمضان جري قوي وفات بسرعه. وخلاص كنا عاملين فيديو قبل كده واحنا بنركب الزينه، دلوقتي هنشيل الزينه تاني. يا الله، ربنا يا رب يعود علينا الايام كلها بخير. ويلا بينا يا حلوين، خلصت المهمه اللي ورايا دي، عندي مهمه هناك مستنياني. وبص واقفه لي على الواحده بتقولي تعالي 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 يلا. فيلا بقى هقوم دلوقتي بقى ايه انشر وارجع لكم تاني. خلاص خلصت المهمتين اللي كنت قايله لكم عليهم عشان تعرفوا ان الواحد لما بيعمل مهمات صغيره بيعرف يعني بيعرف فعلا يعمل كده، بيعرف فعلا يشتغلهم وبيعرف يخلصهم. فانا كده خلصت مهمه كتابه خطه التنظيف، وكمان نشرت الهدوم، مليت ازازه الميه عشان عايزه اشرب ازازه الميه دي وانا قاعده بحفظ. هاخد الفيتامينات، والفيتامينات اللي عليها الدور النهارده هو بانتوجار والزنك، هما دول اللي عليهم الدور النهارده، فانا دول هاخدهم دلوقتي ان شاء الله. بعد ما اخلص حفظ هعمل نص ساعه حفظ قران، وجبت الهاند فري عشان اسمع الايات اللي انا هحفظها، هحفظ كتابه وقراءه وصوت وكل حاجه. و اللهم صل على سيدنا محمد. ايه تاني؟ هقوم اعمل رياضه بعدها، يعني في رياضه هقوم اعملها بعد الحفظ، وبعدين هقوم اغسل المواعين، وبعدين بقى احضر سحور وحاجات زي كده. فخليكم معايا في كل الحاجات اللي انا هعملها. ده انتوا كلمتكم عنه في فيديو، وناس كتيره جدا طلبت مني فيديو عن تطوير الشعر، فانا عملت لكم على القناه التانية. بسم الله.
مهم جدا للشعر والبشرة او للشعر والاظافر، والزنك برضو مهم جدا جدا لحاجات كتير قوي في الجسم. بسم الله. بجد احلى حاجه ان الواحد يحس ان المطبخ نضيف. انا كده نضفت المطبخ كله وعايزه بقى امسح الرخامه، فقلت اوريكم بقى يا جماعه، اقول لكم ان انا خلاص خلصت يعني الحمد لله لما بمشي بخطه كده خطوه بخطوه بجد ببقى بعرف انجز وبعرف اعمل حاجات كتير من غير ما احس كده ان انا ورايا حاجات كتير قوي ومش عارفه اخلص حاجه وكده. لا الحمد لله بعرف انجز حاجات كتير قوي. فبصوا بقى، بصوا بقى لما تحسوا بالنظافه، النظافه ما تجيش غير وانتي معقمه ومنضفه كده، الرخامه بتبقى شكلها كده خطير وفي نفس الوقت نظيفه. شايفين عايزاكم بقى انتوا كمان تقوموا تعملوا كده، تقوموا تخلصوا كل حاجه وراكم وتقوموا تنضفوا كده الدنيا قبل النوم وقبل السحور وكده. لان انا بصراحه من ساعه ما رمضان بدأ وانا مش عارفه اسيطر على المطبخ خالص، بس الحمد لله بالخطوات اللي انا بعملها بقالي يومين، ان انا اغسل المواعين بعد الفطار وان انا اظبط الدنيا بالشكل دوت، وفي نفس الوقت كده تبقى الدنيا نظيفه ومواعين مغسوله وكده، بحيث حد ما منضفه الدنيا ومسيطره على. فانتي كمان اعملي كده. انا كده ورايا حاجه مهمه قوي، انا المفروض ان ورايا مشوار مهم بكره، فهطلع بقى ايه اخش الاوضه بتاعتي كده، ابدا احضر كده الهدوم اللي انا هنزل بيها انا وزين عشان ابقى ايه. بصوا بقى الرخامه، شايفين ايه ده؟ ايه الجمال والنظافه دي؟ رجعوا بقى كده معايا الحاجه في مكانها وهي نضيف. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ انا عايزاكم تعملوا كده بجد، يعني بجد بجد الوضع معاكم هيختلف وتحسوا كده، تحسوا كده بنشاط وحلاوه جميله. بصوا بقى انا بحط كده البرواز ده بالشكل دوت، شايفين عظمه. بصوا بقى انا عايزه اعمل فطار، عايزه اعمل سحور مميز شويه. ففي حاجه انا من زمان جدا جدا ما عملتهاش، وهي اسمها البيتزا السريعه. بتتعمل بقى ازاي البيتزا السريعه دي؟ بنجيب بيض ودقيق وحاجات زي كده وبنقطعها وبنحطها على بعض وبنحطها تستوي، فبتبقى عامله زي قرص البيتزا كده. بتبقى بصوا يا بنات طعمها خطير. فده اللي انا هعمله معاكم دلوقتي بقى. فانا حطيت كده الملح والبيض، وهحط عليه فلفل اسمر عشان الزفاره، ماشي. وهجيب بقى ايه شوكه. بصوا الطريقه دي انا بحبها قوي يا بنات، وبقالي دايما بعملها انا واخواتي في البيت، دايما تمام. وبربها كده كويس 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 كويس. بعدين بعمل ايه بقى؟ لو عندك لبن على فكره ممكن تحطي عليها عادي، لو عندك لبن ممكن تزودي عادي يعني. انا هحط بقى ايه دقيق، هحط اول معلقه دقيق، وبرده هعملها كويس بحيث ان هي ايه تدي يعني اعرف ان انا اخلطها معاها من غير ما يحصل تكتلات اهو كده بالشكل ده. بعدين هقطع بقى فلفل وطماطم وزيتون وجبنه رومي واي نوع جبنه موجوده عندك ممكن تحطيها، وتسويها عادي زي قرص البيض كده بالظبط، زي القرص العادي بتاع البيض الطبيعي قوي اللي احنا بنحب دايما نعمله ده. المفروض ان كل بيضايه عليها ثمره، يعني ثمره واحده من كل حاجه سواء فلفل وطماطم. بس انا ايه حابه ازود شويه يعني بحيث ان يعني انا مش هستهلك بيض كتير قوي. انا تقريبا الشهر لسه ما خلصش واستهلكت كل البيض بتاعي او كل الكميه اللي انا عايزه اجيبها. اهو تمام. هحط بقى ملح تاني عشان طبعا دي زيت اكيد بيبقى محتاج ملح اكتر اهو كده. هقطع بقى الطماطم والفلفل واحطها وهسويها دلوقتي، هتشوفوا كل حاجه معايا بالتفاصيل. بصوا انا كده قطعت اهو الطماطم والفلفل، انا هعملهم مع بعض. شوفوا هما هيحتاجوا مثلا يحتاجوا ان انا احط تاني، هحط بصراحه عادي. او انا حاسه ان هو ممكن عادي يتحط تاني، مش حطيت يعني جزء تاني منه مش هيخسر معايا خالص. بعدين انا بقالي كتير قوي ما اكلتش السلطه، فمحضره كمان سلطه مع الاكل ده، فاللي هو ايه تحسوا ان هو سحور صحي وفي نفس الوقت فيه كده طعم الاكل اللي انتي بتحبيه. انا كنت جه في بالي ان انا اتسحر صراحه الفطار بالجبنه. فاكرين فطار بالجبنه اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض كتير قوي في الفطور اللي كنا بنفطر كل يوم الصبح قبل رمضان؟
فده انا هعمله اهو. بس عندي هنا جبنه رومي، عندي جبنه رومي في فتافيت صغننه اهي، فهحطها كده وهقطع كده حته صغننه قوي. بصوا هعملها فتافيت صغيره خالص اكنها كده مبشوره، تديلها طعم حلو قوي 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 قوي، توديها كده في حته تانية. وهي حلوين اهو، بقت كلها كده خضار. يلا بينا بقى عشان نسويها على طول. بصوا هولع النار كده وابدا احط بقى حته سمنه صغيره خالص، هتشوفوها دلوقتي. لازم الطاسه اللي هحط فيها البيض ده تكون سخنه شويه، تكون سخنه يعني حلوه كده، شايفين؟ تكون سخنه كويس، عشان هي لو مش سخنه كويس هتلزق فيها. ولو كمان عملتي في طاسه الومنيوم هتبقى حلوه، ما تقلقيش خالص. بس اهم حاجه ان انت لو هتعملي بيض او هتعملي اي حاجه من الحاجات دي لازم تكون الطاسه متسخنه كويس. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، نوطي النار شويه. بسم الله. حلوه قوي يا بنات الطريقه دي بجد، فكرتوني بايام ما كنت قاعده لسه مع اخواتي وماما، كنا نصحى بالليل جعانين على طول نجري على المطبخ ويقولوا لي اعمليها لنا، كنت بقى بعملها لهم ونقعد نتفرج على فيلم قديم وكده، كان ذكريات. بصوا بقى هوطي النار عليها وهغطيها كده تمام عشان تستوي براحتها قوي. دلوقتي الفكره اللي انا عايزه اعملها برده معاكم، وبرده انتوا لو طبقتوها هتفرق جدا جدا في اكلكم، لان بتبقى الحاجات الجديده دي بتبقى لذيذه كده في رمضان. انا هنزل طبعا السلطه دي عشان هناكل سلطه، بس مش هاكل سلطه كده خضره وبس، انا هحط عليها مشكل جبن وهحط عليها زيتون، فهتاخدها في حته تانية برده خالص خالص خالص، بقى طعمها حلو قوي. بصوا انا ما عنديش زيتون للاسف حلقات، فانا هقطع من الزيتون دوت كده، وهبدا بقى ان انا اقطعه صغنن تمام. وعلى فكره انتوا لو عندكم ميه زيتون يا بنات وبتعملوا سلطه، حطوا ميه الزيتون على السلطه، بتدي طعم حلو جدا جدا، لان اصلا اللي بيحب الزيتون هيحب قوي الموضوع ده. فانا هقطعه كده بقى. اللي تحت في التعليقات انتوا هتتسحروا ايه النهارده. انا اول مره احضر معاكم سحور من بدري، واول مره احضر معاكم سحور اللي هو انا هتسحر انا وزين بس، يعني ما فيش حد، يعني جوزي مش هنا وجوزي في الشغل وكده، بنسحر انا وهو بقالنا اكتر من 10 ايام اصلا لوحدنا يعني. حط كده حته جبن، بصوا بقى، بصوا الجمال وبصوا الحلاوه وبصوا الافتكاسات كل ما تقعدي في البيت اكتر وكل ما تكوني بتحبي الاكل الصحي، كل ما تقعدي تفتكسي افتكاسات. هو يعني انا بحاول يكون صحي اكبر حاجه، كمان عشان يكون صحي هنعمل بقى مع بعض اسمها ايه الاناناسيه دي، هنقطعها سوا دلوقتي برضو عشان تبقى طعمها كده حلو برضو، وفاكهه مع الاكل والحاجات الجميله دي. على فكره مش عيب ولا حرام ان انت تعملي لنفسك كده سحور حلو، وتكوني مهتميه بالسحور بتاعك، حتى لو هتتسحري لوحدك. الواحد وهو بيتسحر لوحده بيبقى متضايق ان هو هياكل لوحده وانه قاعد بقى لوحده كده، فاهمين؟ فالواحد بقى لما يقعد يفتكس كده ويعمل اكل حلو ويجربه لوحده، فبحيث ان انت لما تجربي لوحدك تقدري تعمليه بعد كده بكل ثقه لحد، فتبقي انت مجرباه قبل كده وعارفه ان هو هيعجبه، احسن ما تجربي في حد وان هو ما يعجبوش بقى ويبقى ايه مش عايز ياكل من افتكاساتك تاني، فاهمين قصدي؟ بس فانا دايما بحب اقشر الاناناس بالقشره بتاعت البطاطس، بيسهل عليا جدا، لان انا من الناس اللي انا ما بعرفش اقشر بطاطس اصلا. بصوا بتتخلع ازاي، بس الحمد لله كويسه يعني. انا الناس اللي ما بعرفش اقشر بطاطس، يعني ايه؟ يعني انا ما بعرفش اقشرها غير بالقشاره، فاهمين؟ لو قشرتها باي سكينه او كده هياكل منها لحم كتير بصراحه، انا ايديا مش بتبقى مظبوطه يعني. بس فاهي اتعورت الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. زين بيعيط بره، كنت معرفش سرحت شويه كده فاتعورت. يلا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. هو زين لما بيقعد يزن يا جماعه بره لوحده، يا اما بيعمل عمل مصيبه، يا اما هو اصلا يعني في مصيبه ومش عارف يطلع منها، ايده بقى مزنوقه، هو طلع في مكان عالي ومش عارف ينزل
انتوا عارفين بقى حاجات الاطفال اللي زي الفل دي، اللي هي اصلا بتشيب حرفيا. تمام الحمد لله. اغسل ايدي بقى اشوف ايدي فيها ايه. تعويره بسيطه بس هتبقى رخمه قوي. بس بصوا بقى، انا التقطيعه بالنسبه لي بقى اللي هي المكعبات دي، ما بحب اقطع مكعبات وكل حاجه، بس بحب اغير تمام. فبقطعها بقى زي ما انتم شايفين كده، يا ربي ما تعورش. بصوا بقى، بصوا حته كده، فاهمين؟ حاسين بيا يا جماعه، حاسين بالافتكاسات. انا بحمد ربنا بجد، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله على نعمه البصر، والحمد لله على نعمه الحياه، الحمد لله على نعمه الاكل والحركه وحاجات كتير قوي. الواحد بجد لازم يحمد ربنا عليها يوميا. ف اوكي، شايفين يعني حاولت ان انا بس اخلي شكل الطبق حلو ومش تقليدي، وفي نفس الوقت شياكه وقلاجه زي كده. ايه رايكم؟ حلو مش كده؟ حطيت البيتزايه هنا جوه اهي، بيتزايه شفتوا؟ هنتسحر بيتزا النهارده. تعالى بصوا، انا حطيت عليها جبنه، حطيت عليها لحمه مفرومه قصاد كده من فوق، وسبتها بقى ايه تحت كده الشوايه شويه. بصوا بقى الحلاوه، خطير 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 خطير. بس وهاكل بقى جبنه وعيش وخلاص. هو ده كده السحور بتاعنا يا جماعه. اقول لكم ايه، ده كان يومنا النهارده. يا رب اليوم يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا في ال20 دقيقه واكتر دول، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. لايك وشير بقى للقناه. مع السلامه.